أول مغني راب لديه ملايين المتابعين دون أن ينطق كلمة واحدة. اشتهر المغني MC بابا بأسلوبه الفريد لإصدار أصوات إيقاعية تحاكي موسيقى الراب دون استخدام أي كلمة أو أصوات تقليدية. ولد الشاب في برازفايل عاصمة الكونغو الديمقراطية أصم وأبكم، ما جعله يواجه تحديات في التعبير عن نفسه، لكن شغفه بالموسيقى دفعه لابتكار طريقته الخاصة للتعبير من خلال إصدار أصوات إيقاعية تشبه إيقاعات الراب، يستخدم فيها أصواتا يصدرها من حنجرته. بالرغم أنه لا يستطيع السمع أو التحدث، أثبت أن الإبداع لا يعرف حدودا. MC بابا الذي تصدر الترند عالميا بدأ مشواره الفني في عام 2021 بالتعاون مع زميله باترين مايسترو الذي انفصل عنه لاحقا وقرر خوض التجربة بنفسه في عام 2023. لا يبدأ بنشر محتواه الموسيقي المبتكر على مواقع التواصل لجعل سماع موسيقى الراب بطريقة لم تسمع من قبل أبدا. حظيت فيديوهاته بملايين المشاهدات، وأحيا من بعدها عدة حفلات في إفريقيا، كما حصل على ألقاب كثيرة من بينها أول مغني راب أصم وأبكم في العالم. هالشي بخلينا نحمد الله على النعم اللي عطانا إياها، ونتأكد إنه ما في شخص إلا ما عنده موهبة يبدع فيها. ومثل ما قال المهاتما غاندي: القوة لا تأتي من مقدرة جسمانية، بل تأتي بها إرادة لا تقهر. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا من اللايك والكومنت.